في عمق غابات سريلانكا وبالتحديد في قارة مهانجاينا في قبائل منعزلة عن العالم تماما، ما عندهمش فكرة وما يعرفوش أي حاجة عن العالم الخارجي. بيعيشوا من غير كهرباء أو أي تكنولوجيا، وعايشين على صيد الحيوانات وبالأخص الطاووس. اللي هو ممنوع دوليا صيده. ولما بيمرضوا بيصنعوا دواهم من الأعشاب اللي في الغابة. أنا بتكلم عن قبيلة الفيدا، واللي هنروح نعيش معاهم تجربة متكاملة، نشوف بيصطادوا ازاي وبياكلوا ازاي، والأهم بيعيشوا ازاي. فما تنسوش تشتركوا في القناة وتعالوا نعيش المغامرة مع بعض. أغرب تجربة في حياتي كلها. الطريق للقرية كان أشبه برحلة داخل لوحة طبيعية، لكن التوتر كان سيد الموقف. وصلنا بعد عناء بسبب انعزال القرية. واحد من القبيلة اهو معاه السهم وادوات الصيد، شكله كان لسه راجع من عملية صيد او حاجة. يعني شايفين اللبس، حياة بدائية قديمة جدا جدا، ولا يعرفوا في الحياة الحاضرة والعالم اي حاجة. طبعا دلوقتي رايحين نقابل قائدهم عشان نعرفنا اكتر عن القبيلة. والمكان هنا لازم يكون معاك جايد، لانه القبيلة دي بيتكلموا اللغة الاصلية في سريلانكا بالعافية، فلازم يكون في شخص عشان يسهل التواصل. ده واحد منهم زي ما انتم شايفين، ماسك الفاس والاقواس ومتأهب في حال حصل اي حاجة مع اي حيوانات برية او كده. طبعا القبيلة ليهم تاريخ قديم بيمتلكوا سنوات. وده القائد بتاعهم، غالبا هو اللي انشأ القبيلة يعني. اسم القائد تيسارا. طبعا من طقوس الزيارة هو خلع الأحذية والجزم عند الدخول لزعيم القبيلة. هو التصوير ممنوع، بس هحاول أصور لكم أي حاجة يعني اللي أقدر عليه. زي ما انتم شايفين في زحمة على الزعيم من أهل القبيلة. والزعيم ده أحكي لكم قصة. الزعيم ده في سنة 2019 تقريبا في جامعة بريطانية استدعت الزعيم ده في بريطانيا طبعا. وكان الغرض من الزيارة هو انه يستلم رفات او الجماجم لأجداده اللي خدوها البريطانيين لما كانوا مستعمرين سريلانكا. وساعتها استلم الجماجم اللي عمرها ترجع لأكثر من 300 سنة، وكان حاضر بالزي التقليدي بتاع القبيلة عشان يعني يحافظ على الثقافة بتاعتهم وأصولها وكده. وتم الاعتراف رسميا من بريطانيا ان قبيلة الفيدا دي هي أقدم قبائل وسكان سريلانكا. هذا زعيم القبيلة، الناس يسلمون عليه. طبعا يا شباب شكلنا انطردنا. اصلا عادي يا شباب، الزرع جميل والخضرة رائعة وكده. He's the son. So old. Then on the top one here, Yeah. like a. You want to drink herbal drink? What? You want to drink herbal? No drink no. والناس دي اسمهم قبيلة الفيدا، ويعتبروا آخر القبائل الأصلية في سريلانكا، وعددهم النهاردة أقل من 1000 شخص بس. واسمهم الحقيقي وانايالا إيتو، ومعناها أهل الغابة. بعد ما تعرفنا على القبيلة دخلنا في الأكشن اللي بجد، الجزء اللي أنا جاي عشان الصيد. عشان أكون جاهز للمهمة كان لازم ألبس زيهم التقليدي وأنغمز وسط الطبيعة. طبعا متوتر توتر مليون، بس هنجرب. بدأ التدريب على استخدام القوس وأساسيات الصيد. أول محاولة خلينا نقول إن الفريسة في أمان تام.
nuarli ne mung ya bote kina mate ke. بس في المحاولة التانية I'm hunting now. وبكده كنا جاهزين لرحلة الصيد، لكن قبل ما نروح كان لازم تتم بعض الطقوس التقليدية، أدعية وتقاليد بيؤمنوا إنها بتساعد الصياد على إصابة هدفه. وبصراحة كل ما كنت بشوف حاجات جديدة كنت بستوعب قد إيه العالم كبير ومختلف ومليان ثقافات غريبة. Then now we see go to the jungle for the hunting. Okay. رايحين نصطاد اهو. So he go to the hunting. رايحين نصطاد رايحين نصطاد. طبعا ممنوع اي صوت وممنوع اي حركة عشوائية. قاعدين بيتبعوا الاثار بطريقة غريبة جدا، بيشموا ورق الشجر عشان يعرفوا لو الفريسة عدت من هنا. مش عارف هنا بيقولوا ايه، مش فاهم. ثواني بيشاور لنا ان هو لقى الفريسة، اللحظة اللي كلنا مستنيينها. صدنا الهدف. بعد ما صطادنا الفريسة جه الوقت إننا نشب النار عشان نطبخها. طبعا هنا عشان احنا في الغابة مفيش اي ادوات اشعال، هيولعوا النار زي ما بنشوف في الافلام. اول مرة اشوفها بعيني البروسيس دي. هيشبوا النار باحتكاك الصخور. سبحان الله، علم الانسان ما لم يعلم. والله مش عارف هتولع فعلا ولا لا، خلينا نشوف. طبعا احنا عملية الصيد كانت تمثيلية، يعني لما قالوا نصطاد بجد قلت لهم لا، انه ما كنتش عارف الطاووس حلال اكله بالطريقة دي ولا ما ينفعش. ولو كنا اصطادنا فعلا كان لازم مننا ناكل، عشان لو ما اكلناش هيكون disrespect، يعني عدم احترام ليهم. ولعت اهي ولعت. بيحاول ينفخ فيها عشان النار تزيد. والله الواحد بيعيش ويشوف، سبحان الله، عالم وشعوب واختلافات يعني. بعد ما خلصوا افتكرت في طريقي للغابة انه كان في روث فيل، فسألتهم ايه اللي ممكن يحصل لو فيل هجم عليهم بما انهم في البرية. الفيل هرب، يعني الفيل هرب. يا وفي النهاية وعلى حسب التقاليد بتاعتهم كان لازم نحيي القائد ونحتفل اننا اصطادنا الفريسة بنجاح.
ودي كانت واحدة من أغرب التجارب اللي عملتها في حياتي. وهنا كانت نهاية الفيديو. ما تنسوش اشتركوا في القناة عشان لسه الفيديوهات الجاية أغرب بكتير.